وسهلا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي عملناها هنا مع بعض اللي بنربط بيها القلب والعقل والوعي والروح. النهاردة هنتكلم عن موضوع وهو إزاي العار بيقتل المتعة. لو أنت أول مرة تشوفني، أنا ريهام، أنا طبيبة نفسية وأيضا مدربة على السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي الغير دوائي، وأيضا أنا مدربة يوجا، مالتي ستايل يوجا تيتشر ويوجا ومدربة يوجا علاجية أيضا. فالنهارده احنا هنتكلم عن الموضوع ده من زوايا نفسية وزوايا تبع اليوجا، لأنه هو موضوع مهم. لكن قبل ما ابتدي اتكلم في الموضوع عندي تو disclaimers لازم اقولهم. اول حاجة انه لازم نفهم انه الفيديو ده هو فيديو توعوي وثقافي، مرحب فقط بالكومنتات المحترمة، مرحب فقط بالناس اللي أهلها مربيينها كويس، اللي لا تتخفى ورا شاشات الإنترنت علشان تظهر مرضها، وأي كومنت غير لائق هيتم مسحه تماما. أوكي. تاني حاجة إن عايزة برضو أعرف الناس من قبل ما نبتدي الكلام في الموضوع ده إن أنا يعني ما بشتغلش في الحالات اللي هي بيها مشاكل زوجية أو حميمية. اللي محتاج مساعدة في حاجة زي كده يقدر إن هو يدور على طبيب مشهور في المنطقة دي، أو معالج مشهور بيشتغل في المنطقة دي. وأيضا ما برشحش معالجين معينين، لأنه الترشيح لازم يكون في ضمير، يعني لازم يكون أنا جربت الحاجة عشان أعرف أرشحها. فبما إني ما بجربش فما بعملش أي ريكومنديشن لأي حد. نبتدي بقى الكلام في الموضوع. يعني إيه متعة؟ المتعة دي هي النعم الحلال اللي ربنا اداها لنا في الدنيا دي، اللي بترتبط بجميع الحواس بتاعتنا. المتعة مش لازم تكون حاجة كبيرة. المتعة ممكن تكون ان انا اقدر استمتع بلحظة صفاء، بلحظة هدوء، ممكن استمتع بضحكة، استمتع بحوار دافي مع صديق او صديقة، حسب انت بنت ولا ولد. ان انا اقدر استمتع باكل حلوة بدون ما احس بالذنب. ان انا اقدر احرك جسمي من غير ما احس بالعار. ان انا اقدر اتواصل مع جسمي من غير ما اكون خايفه منه. وطبعا العلاقه الحميميه. ازاي بقى العار بيقتل المتعه؟ وليه مهم ان يكون عندنا متعه اصلا؟ المتعه طبعا اليوجا هي مرتبطه اليوجا بتعتبر ان احنا عندنا 7 مسارات للطاقه في الجسم، وان المسارات دي محتاجه انها تكون اكتف وما فيهاش بلوك، مش مقفوله بشكل ما، عشان نقدر نكون عايشين. وان لو في حاجة عاملة انسداد لأحد مسارات الطاقة، ده آم، بينتج عنه إنه إن إحنا نعيش حياة مش كاملة. وأهم سنتر للحياة أصلا هو سنتر اسمه السيكرال سنتر، اللي هو بيبقى موجود آه، في أسفل البطن. بيكون هو مسؤول عن المتعة، والمتعة دي اللي هو الاستمتاع بالحياة، وأيضا الخلق والكرياتيفيتي والإبداع، وأيضا الخلق الحقيقي إن احنا نقدر نخلف أولاد و... ونجيبهم للدنيا دي، والخلق الرمزي زي إن أنا أقدر أطبخ طبخة حلوة، أقدر أغني، أقدر أبدع، أقدر أكون منتجة بشكل كرياتيف في شغلي. انسداد المركز ده في الطاقة يعمل خلل في الحياة، لأنه هو ده مصدر الحياة نفسها. عشان كده في كورس الأنوثة كنت دايما أقول للبنات إنه منطقة الرحم هي حياتك كلها. فإذا عندك مشاكل في علاقتك بجسمك وعلاقتك برحمك، فأنت عندك مشاكل مع الحياة، أنت مش عايشة أصلا يعني. بيفعل المنطقة دي في الجسد الإبداع والحرية والمتعة. ويقفلها ايه بقى؟ يقفلها العار والذنب. ده من وجهة نظر اليوجا. ولكن ايضا من وجهة نظر علم النفس، ان الشعور بالعار هو شعور معطل جدا، شعور بيخلينا ما نقدرش نعيش كما يجب. بنبقى كأننا وجبة باردة، كأننا لوح تلج، كأننا جماد. فتطلع ضحكتنا باهتة، تطلع كلامنا مش حقيقي، بنبقى عايشين ولكن ميتين في نفس الوقت. والعار هو اللي بيسبب هذا كله. وده من وجهة نظر المدرستين، لان انا دايما بحب اجمع ما بينهم، لان انا متخصصة في الاتنين.
في فرق كبير جدًا ما بين العار وما بين إحساس الذنب. إحساس الذنب في علم النفس هو إحساس غير مُحبّب وهو مرضي، يعني إحنا لا نقبل بيه. يعني أذهان الناس بتتطرق بعد كده، طَب إنه الذنب مثلًا عندنا في القرآن آمم يعني بيتم الكلام عنه أحيانًا كتير في الآيات بشكل إيجابي، زي النفس اللوامة اللي بتلوم نفسها على الخطأ. في فرق ما بين مفهوم الذنب في علم النفس ومفهوم الذنب في الدين. مفهوم الذنب في الدين هو المسؤولية، اللي إحنا بنقولها في علم النفس المسؤولية. في فرق بقى ما بين المسؤولية اللي هي بتاعة الدين والذنب المرضي. مسؤولية الدين إنه البني آدم يكون عنده ضمير صاحي، يقدر زي بوصلة داخلية تقدر تقول له اللي أنت عملته ده ما يصحش، اللي أنت عملته ده غلط وصلّحه. لكن الذنب المرضي هو إنه حتى لو حاولت أصلّح الموقف، أنا بافضل أجتره في دماغي طول الوقت. الذنب المرضي بيضخّم الغلط، بيخلّيه كإنه حاجة لا تُحتمل، كإنه توقيع على موت البني آدم أو حاجة. ده الذنب الغير محمود، ده الذنب المرضي اللي إحنا ما بنحبوش في علم النفس، وده اللي بيقولوا عليه إن هو بيقفل هذه طاقة الحياة دي عند الإنسان. فهو الذنب إن أنا أحس إن أنا آمم غلطان في حاجة وكأن ما فيش حاجة ممكن تصلّح. أحيانًا كنت بادّي تمرين للناس عشان يعرفوا إذا كان الذنب اللي عندهم ده صحّي اللي هو المسؤولية يعني والّا ذنب مريض. إنه لو حصل حاجة أنت كده كبني آدم لازم هتغلط. فلو حصل حاجة وغلطت، إيه الthought process بتاعك، إيه اللي بيحصل في تفكيرك فيما بعد؟ يعني في حاجات بينفع فيها إن أنا أصلّحها فورًا، فالمفروض إن أنا أصلّحها. هل لمّا بتصلّحها الشعور ده بيهدى؟ كده ده شعور ذنب صحي، أو بتحتاج اعتذار. لو اعتذرت المفروض إن الذنب يروح، حتى لو اللي قدّامي ما قبلش الاعتذار، إن أنا باقبل إن أنا عملت اللي عليَّ إن أنا اعتذرت. فلو أنا الذنب مرتبط عندي بإن اللي قدّامي يدّيني يعني يدّيني السماح، وما أقدرش إن أنا أسامح نفسي إلا اللي قدّامي ادّاني سماح، وأحيانًا كمان لو ادّاني سماح أنا ما باسامحش نفسي، كده إحنا دخلنا في الذنب المرضي. العار أخطر بقى بكتير من الذنب. العار مش مجرد إن أنا غلطت، العار هو أنا نفسي غلط. يعني مش أنا مثلًا عملت تصرُّف مش كويس، أنا كُلّي على بعضي مش كويس. يعني هو بينجر للidentity بتاعتك، لهويتك، مش لمجرد إن أنت عملت حاجة صح أو غلط، لأ، ده هو اللي أنا باعمله بيحدد أنا مين. وغالبًا العار ده ما بيكونش شيء جاي وليد اللحظة، ولكن العار بيبقى جاي من الطفولة. إحنا عندنا عار من إن إحنا نستمتع عامةً، من أول المتعة البسيطة القليلة لغاية المتعة الجسدية. وده بيعمل مشاكل في علاقاتنا الزوجية، وبيعمل مشاكل في إن إحنا أساسًا نبقى عايشين، زي ما باقول بنبقى باردين، بنبقى لوح تلج أو باب خشب ما فيهوش روح، طول ما أنا عايش بهذا العار. العار كمان بيعمل انفصال تام عن الجسم. لو أنا عندي إحساس مزمن بالعار ما باحسش بجسمي، ما باحبش أبُص له في المراية، ما باحبش أتواصل معاه بأي شكل من الأشكال. والحقيقة إن العار ده مش ذنبنا، هو له علاقة وثيقة جدًا بالطريقة اللي اتربينا عليها، سواء إحنا بنات والّا ولاد. وإحنا صغيرين كنا لمّا نضحك بعفوية يقولوا لنا عيب، لمّا ناكل شوية زيادة يعلقوا لنا على جسمنا، لمّا نقول كلمة غلط قدّام حد نتعاقب عقاب شديد، مع إنه طفل من حقه إن هو يغلط. كان عندهم مننا توقعات عالية جدًا. للأسف التربية عندنا في مجتمعنا هي بتركز بشكل أساسي على منع الغلط مش على تعزيز الثقة في النفس. منع الغلط أصلا ضرب من الجنون وشيء مستحيل. احنا كبني آدمين لازم هنغلط، والبني آدم اللي ما بيغلطش مش عايش أصلا. فما فيش حاجة اسمها إن أنا أربي ابني أو بنتي على إنهم ما يغلطوش أبدا. ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها إن أنا أعلمهم إزاي يرجعوا من نقطة الخطأ لنقطة الصواب بطريقة كويسة من غير ما أحسسه إنه هو نفسه عار ومشكلة. نيجي للحتة الشائكة بتاعة الجسد خصوصًا في البنات،
إنه بيتم تصدير لنا طول الوقت إنه جسدنا مسؤوليتنا بشكل ما وإن هو عار وتُهمة، فبيتم التعليق على طريقة لبسنا بطريقة مش إيجابية، بيتم التعليق على كلامنا، بيتم التعليق على نظراتنا، بنبقى حاسين بحصار، فبتطلع الست دي مش متواصلة أصلًا مع جسمها، مش قادرة تشوفه ومش قادرة تحس بيه ومنفصلة عنه، والست المنفصلة عن جسمها هي ست منفصلة تمامًا عن أنوثتها، والست المنفصلة عن أنوثتها بيحصل لها حاجة من الاتنين، يا إما بتبقى مقفولة جدًا لدرجة يعني بيبقى عندها خجل مش حقيقي، خجل جاي من عار، مش الخجل بتاع إن أنا باجرّب حاجة لأول مرّة لأ، أنا بابقى خجلانة منّي كُلّي على بعضي، وللأسف العلاقات الجسدية الحميمية في الجواز دي أكتر مكان بينكشف فيه حقيقة البني آدم، يعني المفروض نقلع فيه كل الماسكات بتاعتنا يعني. فبيبان بقى في المواقف دي قد إيه في عدم تصالح مع النفس وعدم تصالح مع الجسم وعدم تصالح أصلًا مع أكيد مع الشخص الآخر، لإن أنا لو مش متصالحة مع جسمي إزاي ممكن أختبر جسم حد تاني؟ مستحيل. فبنطلع عندنا يعني إعاقة في هذا الموضوع، لإن إحنا مكسوفين دايمًا من جسمنا ومكسوفين من نفسنا ومكسوفين من وجودنا. فيا إما بتطلع البنت متحفظة أوي، يا إما لو حصل توبيخ شديد في الطفولة وكمان هيحصل مثلًا حرمان عاطفي، يعني الأهل ما بيكونوش عندهم القدر الكافي من التواصل الجسدي والعاطفي مع الطفلة دي، هي بتطلع جعانة جدًا لحُضن، فممكن الجوع للحُضن ده يخلّيها تجرّب حاجات مش مضبوطة، مش عشان هي عايزة تجرّبها ولا علشان هي شخص مش كويس ولا عشان أصلًا رغبتها فيها حاجة ولا علشان أصلًا مشاعرها عار أصلًا، بس عشان هي مش لاقية ده في البيت، وللأسف لمّا تخش في هذه الدايرة بتحس بعار شديد، ولمّا تحس بعار شديد ترجع تغطي على العار ده بإنها تعمل السلوك ده مرة تانية، وترجع تترفض من الناس وترجع تعامل بقلة احترام، يتعزز عندها الشعور إن هي ما تستاهلش وإن هي أقل وإن هي شخص سيء جدًا، وبتفضل في الدوامة دي ما تقدرش تطلع منها غير بمساعدة نفسية شديدة. بالنسبة للرجالة بقى برضه بيتم تصدير ليهم إنه آآ أيضًا إن هذا الموضوع موضوع دنس، موضوع قليل، فما بيكونش عنده احترام لجسمه في هذه العملية، وبالتالي ممكن ما يكونش عنده احترام للست اللي قدامه مش بمزاجه بسبب البرمجة، إنه الشرف والعفة يعني إنه ما يكونش عندنا رغبات، إن الست ما يكونش عندها رغبات، وإن أنت حتى رغباتك برضه ما تقدرش تمارسها غير مع حد مش محترم، يعني تلاقي الراجل من دول يتزوج شبيهة أخته، شبيهة أمه، ويكون معاها في هذه العلاقة الجسدية متحفّظ جدًا، ولو حَب إن هو يجرّب حاجة رغبة جواه طبيعية أو كده، ممكن تكون أسهل عليه مع سِت هو بيعتبرها مش محترمة، لإن هو عنده انقسام داخلي ما بين هو ظاهرة قالها فرويد، أعتقد مش هو أول حد قالها يعني، اللي هي ظاهرة مادونا والعاهرة، مادونا دي معناها القديسة والعاهرة أنتم فاهمين يعني إيه، فبتبقى الستات في دماغه يا إما مثل لأمي ومثل لأختي اللي هي القديسة دي اللي أنا أتجوزها، وأبقى مش قادر أبقى بشكل حميمي كويس معاها، هابقى مكسوف منها مش قادر أقول لها كل اللي في دماغي، يا إما إن أنا أكون مع واحدة أنا شايفها باحتقار حتى لو بشكل لا واعي، حتى لو بشكل مش هاقوله، وأبقى حُر معاها ولكن دي ما اتجوزهاش. فإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة للموضوع ده، تحتاج تصحيح. العلاقة الجسدية ليست شيء غلط، الرغبة ليست شيء غلط، آآ الخيالات ليست شيء غلط، ولكن لها مكانها ووقتها مع الشخص المناسب، تحت الإطار المناسب. بس اللي بيخلّي الإطار المناسب صعب إن الانقسام اللي أنا باشوف فيه إن الست المحترمة ما ينفعش تعمل كده، والست الغير محترمة هي دي اللي أقدر أبقى معاها على حريتي، وفي نفس الوقت وأنا معاها على حريتي باحتقر نفسي،
فالانفصال عن الجسم مش موجود عند الستات بس في مجتمعنا، ولكن أيضًا موجود عند الرجالة، كلّه تبع للسيكولوجية وإزاي هيتربوا، فده بيخلّي الموضوع في منتهى الصعوبة. عندنا حتى يعني مثلًا موضوع زي موضوع الرقص، الرقص في الثقافات كلّها لو جبنا أصله هو كان ritual روحاني أصلًا، اللي هو أنا باحرّك جسمي عشان أقدر أتصل بيه. لأنه البني آدم المتزن هو المتصل بكله، يعني إن هو روحانياته active، جسمه متواصل معاه وعقله موجود، التلاتة مع بعض. اللي مش قادر يتواصل مع نفسه على التلات مستويات بيكون زومبي، بيكون شخص ميت. فالحضارات القديمة كانت تعي هذا زي الفراعنة والناس القديمة، فكانوا يعرفوا إنه الرقص ده فيه حركة واحتفال بالجسم، ما هواش بالضرورة شيء جنسي. ف أصبح الرقص دلوقتي منحصر في الدور الإغواء، وسُمعته وِحشة، فما بقيناش إحنا حتى كستات بنقدر نعمله. وعلى فكرة الرقص لينا ليهم، يعني إحنا مثلًا ممكن يكون لنا الرقصات الأنثوية أكتر زي الرقص الشرقي يعني، وفي رقصات عندنا في التراث بتاعنا عظيمة جدًا للرجالة زي الرقص الصعيدي مثلًا، في عندنا في جيراننا مثلًا الدبكة وهذا النوع من الرقصات ممكن في رقصات عنيفة زي الهيب هوب، الريجاتون وكل هذه الأنواع الرقص اللي هي في أصلها كانت احتفال بالجسم، وكانت اتصال مع الجسم، وكانت حب للجسم ملهاش علاقة بالشخص التاني. في بعض الرقصات ممكن تستخدم للاتصال الحميمي زي الرقصات اللي بيبقى فيها couples زي التانجو، الكي زومبا، الباتشاتا، الحاجات اللي هي بيبقى دي ممكن تكون فيها تواصل ما بين راجل وست ويعني يستحسن انها تكون ما بين اتنين متجوزين او اتنين علاقتهم معلنة يعني. آه، ولكن طبعا انا ما عنديش حكم على اي حد بيعمل اي حاجة. فالرقص نفسه احنا عندنا فيه مشكلة، احنا ما بنقدرش نرقص، يعني يا ما بنقدرش نرقص صح، يعني يا إما بيبقى عندنا خجل فجسمنا بيتيبس، يا إما إن إحنا بنشوفه من منظور إغوائي فبنبقى عندنا الانقسام. يعني هو الانقسام عند الرجالة وعند الستات، حتى الست بتشوف نفسها يا إما هي ماما يا إما هي حاجة تانية، ومطلوب منها إن الحاجة التانية دي فجأة تكتشفها وتنفجر فيها بعد الجواز، بعد عمر من الخصام والزعل مع جسمها، وإنها شايفة إن هو عيب. فإزاي يحصل ده؟ لو حصل يحصل تمثيل، يحصل كأنها بتنقسم من جواها وما بتكونش ست كاملة، ما بتكونش ست اللي هي مش مكسوفة من نفسها، اللي هي الأم وفي نفس الوقت هي الست اللي بتغوي زوجها، وهي الست اللي بتشتغل، إنه دول مش جزر منفصلة، دول نفس الشخص. فالانقسام ده حتى بيعمل شعور لا واعي، يعني بيزود العار حتى لو كانت العلاقة زوجية وتحت إطار رسمي. فإحنا عندنا مشكلة في الاستمتاع حتى بده، عندنا مشكلة دلوقتي كمان استمتاع حتى بالأكل، بقى أي ست تاكل خافي على جسمِك لا تتخني، بقينا مشيّئين وك ون و ون ونسوا الجوهر. يعني كَم الشكوى اللي باحسه من الستات لمّا بيتكلموا إنه في علاقاتهم مع الرجالة، إنه مش لاقية راجل يشوفها كلّها، يعني يا إما بيشوف الجزء ده فيها، يا إما بيشوف عقلها، لكن إنه يشوفها كلّها ويحترمها كلّها على بعضها صعب، لإن هي منقسمة نفسيًا من جوّه بسبب التربية، والراجل اللي قدّامها منقسم نفسيًا بسبب التربية. فبيبقى الاتزان والعلاقة الحقيقية اللي المفروض إنها تبقى مقدسة، المفروض إنها تكون حاجة لا يتم الخجل منها. هي سرية، هي private ما بين الراجل وزوجته، ولكن مش المفروض إنها تبقى مصدر خجل. وحتى اللي بيقول لأ أنا مش خجلان وأنا تمام ومش عارف إيه، لو عمقت معاه في شعوره هتلاقي إنه لأ مش حقيقي، ما حدش فينا بيعدي بار العار ده بشكل حقيقي، لأن الناس بتعديه أحيانا بإنها تروح تبقى منفتحة زيادة عن اللزوم وتعمل الغلط بقى. ده برضو مرض نفسي، يعني الانفتاح الزيادة مرض نفسي والانغلاق الزيادة مرض نفسي. فما عندناش النقطة دي،
وده اللي بيخلّي إنه بتبقى علاقاتنا مش مُشبعة، وبتخلّي العلاقات يعني المفروض إنه العلاقة دي بتكون آآ في كُلّه، يعني لو الراجل وزوجته بيكونوا حميمين مع بعض طول الوقت مش بس في اللحظة دي، يعني من صباح الخير، من الكلمة الحلوة من الصبح، فإذا العلاقة دي فيها مشكلة كل الحاجات الباقية بيبقى فيها مشكلة، وكل ده سببه العار، كل ده سببه إن إحنا مكبوتين، وده اللي بيخلّينا نورث الكبت ده، ولمّا نلاقي حد عايز ما يبقاش مستخبي نهاجمه، نوجعه، نحكم عليه، نغير منه. وكل ده زي ما قُلت يرجع في الآخر للعار، وعدم استمتاعنا باللي أنا قُلته ده، الاستمتاع الحسي ده، هو اللي بيخلّينا برضه ما عندناش قدرة إبداعية، والقدرة الإبداعية بتأثّر على الشغل، والشغل بيأثّر على الفلوس، فنقدر نقول إن العار برضه سبب في مشكلة اقتصادية، إن هو مش موضوع بسيط خالص، إن هو موضوع عميق جدًا محتاج يتحل. آمم، وحلّه مش إن أنا يعني في بعض الرجال بيبقى تفكيرهم إن أنا علشان أبقى كويس محتاج أروح أجرّب، لأ طبعًا ده مش حلّه. لأنه أجرّب دي مش معناها إن أنت يعني كُلّك موجود في العلاقة، المفروض تبقى كُلّك في العلاقة، فإحنا بننسى نربّي البنات والولاد على احترام الذات اللي يخلّيهم لوحدهم لمّا يكبروا عمرهم ما هيخلّوا حد يلمسهم غير بما يرضي الله، وبنخوّفهم، فبنخلّيهم يعني بيطلعوا ما حدّش يلمسهم غلط، لكن بندمّر حياتهم بعد كده لمّا يبقى في شخص صح من الجهتين. فالمفروض واحنا بنربي ولادنا نربيهم على الثقة في النفس ونربيهم على ثقافة ونفهمهم هم هيطلعوا بيحترموا جسدهم، اللي بيحترم جسمه عمره ما يحطه في موقف مش صح، عمره ما يخون، عمره ما يتلاعب بحد، عمره ما يعمل حاجة غلط لأنه جاية من جواه، جاية من حبه لنفسه مش جاية من الترهيب. ف يعني هيكون صعب مثلًا إنه تقعّد حد تقول له والله حل ده إن أنت تعمل meditation وتحس بجسمك، يعني الناس بتبُص للكلام ده اللي هو ده إيه ده يعني لمّا أقعد أعمل meditation ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدك كتير، لإنه هتبتدي تتواصل مع جسمك وتبتدي تبطّل تكرهه، ولمّا تبطّل تكرهه وتشيل العار منه، علاقاتك هتبقى أعمق، لإنه الاتصال ما بيننا كبني آدمين حتى لو مش على مستوى جسدي، حتى لو إحنا صحاب هو محتاج يكون اتصال روحاني، محتاجين نحب بعض بشكل فيه روح، ولو علاقة بين راجل وست بعد الروح والقلب يجي الجسم تبقى علاقة متكاملة فيبقى بيوتنا مستقرة فتبقى حياتنا منورة. طبعا لو انت تابعت الفيديو لغاية هنا انا بشكرك، بنبه تاني على ان الكومنتات تبقى في منتهى الادب. اوكي، ولو عجبك الفيديو سبسكرايب وشير. لو حسيت ان عندك مشكلة في العار ممكن تلجأ لطبيب نفسي، عندك مشكلة تحديدًا في العلاقة الجسدية ممكن إن أنت تلجأ لمعالج نفسي متخصص في ده أو دكتور نفسي متخصص في ده، لإنه هتكسب حياتك. شكرًا ليك.